السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. تعالوا النهاردة لما نعمل الرقاق الناشف، رقاق العيد، من نص كيلو دقيق هنعمل 18 رقاق، بجد تحفة جدا. يلا بقى نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. بس بفكرك اعملي لي لايك وشير للفيديو وكمان اشتراك في القناة، فعلوا جرس الاشعارات واختاروا كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلكوا اشعار بيه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. وفي طبق هناخد نص كيلو من الدقيق، يعني 4 كوبايات بالكوب المعياري. مش موجود عندك الكوب المعياري هيبقى المج بتاع الشاي. تمام. 4 كوبايات من الدقيق بمعدل نص كيلو. انا بستخدم دقيق متعدد الاستخدامات، ممكن تستخدمي ماركة الاهرام تكون حلوة قوي. دخلت كده ال4 كوبايات من الدقيق. تعالوا بقى لما نضيف عليهم معلقة كبيرة كده مليانة من النشا. دقيق المخبوزات او دقيق متعدد الاستخدامات بيكون العرق فيه قوي، يعني بيزهق شوية في الفرد، بتحسي ان العجينة مأستكة كده، كل ما تفرديها تتلم تاني. فمعلقة النشا هتكسرلك شوية العرق اللي موجود في الدقيق، وهتخلي العجينة تتفرد معاكي بسهولة. يبقى نزلنا بمعلقة كبيرة من النشا، وكمان نص معلقة صغيرة من الملح. هبدأ أنزل بقى بكوباية ونص من المية. ال4 كوبايات من الدقيق هياخدوا مني كوباية ونص من المية، مية عادية خالص من الحنفية. أنا هنا نزلت بكوباية من المية، وهرجع أنزل بنص كوباية. لو بتعجني بإيديكي راعي إن انت ما تنزليش بكل كمية المية مرة واحدة، انزلي بالمية بالتدريج. كل العجينة ما تبدأ تلم معاكي وتشرب المية، كملي مقدار المية. انا هنا كده نزلت بنص كوباية تاني، يبقى اخد المقدار كله كوباية ونص من المية. ببدأ بقى اشغل العجان بالشكل ده. اعرف بقى ازاي ان هي اتعجنت كويس جدا؟ لما الاقي حلة العجان نطفت كده خالص، والعجينة لمت على بعضها وعملت على شكل كورة. تمام كده. العجينة بتاعت الرقاق الناشف ما بتكونش عجينة طرية ابدا، بتكون عجينة شوية ناشفة. تمام. بصوا هنا كده العجينة بتاعتي اتعجنت حلوة قوي، مش اقل من 5 دقايق في العجان، ومن 7 دقايق ل8 دقايق لو هتعجني بايديكي. حلوة قوي. هبدأ بقى اخد العجينة بتاعتي كده على الرخامة، وهبدأ افردها على شكل رول. بصوا العجينة عايزة اوريها لكم ان هي مش بتلزق ابدا، العجينة متماسكة، العجينة يعني ناشفة سنة. هبدأ هنا بقى اقطعها. انا هقطع النص كيلو على 18 قطعة. تقدري توزني لو عندك ميزان، بس لو ما عندكيش ميزان بقى هتقطعيهم يعني بالنظر كده. انا هنا قطعتهم على 16 قطعة، وهرجع من كل قطعة كبيرة هشيل منها حتة لحد ما اجمعهم 18 قطعة علشان يطلعوا متساويين. انا هنا هعملها على قد صينية مقاس 30، يعني حجم القطعة دي هتعمل لي رقاقة على قد صينية مقاس 30، بيكون حجمها مناسب وحلو جدا. عندي بقى صينية رشتها كده ورشة من الدقيق، وهبدأ أقطعهم بالشكل ده. خلصتهم فعلا عملوا معايا 18 قطعة. هبدأ أغطيهم كده بكيس بلاستيك، وهبدأ بقى اخدهم هكسرهم. يعني ايه هكسرهم؟ يعني هبططهم نص تبطيطة او هفردهم نص فردة، رشة دقيق فوق ورشة دقيق تحت وبالمردانة كده، وهبدأ افردهم على شكل يعني دايرة كده في حجم مثلا ال15 سنتي. وهبدأ ارصهم بقى كده جنبي، وما تقلقوش خالص مش هيلزقوا على بعض ابدا، علشان زي ما قلت لكم العجينة ناشفة شوية. النص فردة دي بتخلي بعد كده الرواقة تتفرد معاكي بسهولة، مش هتبقى مأستكة منك ابدا، يعني مهما تفرديها مش هتلم معاكي تاني. تمام. رشة بقى دي فوق ورشة تحت زي ما اتفقنا، وهنبدأ نفرد بالشكل ده. وهبدأ ارصهم جنبي، وفي الاخر هرش عليهم رشة حلوة كده من الدقيق وبكيس بلاستيك، وهبدأ اغطيهم علشان ما ينشفوش مني. خلصت كده ب 18 قطعة بنفس الطريقة ورصيتهم جنبي بالشكل ده. تعالوا بقى لما نفرد بقى الفردة الأساسية. أنا هنا شلت المردانة الكبيرة وهبدأ أفرد بالسريع، ده بيكون أسرع معايا في الفرد. برش بقى رشة دقيق حلوة تحت ورشة دقيق كده محترمة فوق، وهبدأ أفرد بقى بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. على قد ما تقدري خلي الرواقة بتاعتك مدورة وشكلها حلو. أهم حاجة بقى إن كل كام فردة كده تشيلي العجين وتبدأي تهويه على ايديكي بالشكل اللي انت شايفاه. والحاجة مهمة جدا كمان، ركزي قوي على الحروف. دايما الرقاق اللي بيتباع في المحلات اللي بنشتريه جاهز بتكون المشكلة بتاعته انه بيكون رقيق جدا من النص،
والحروف كلها بتكون تخينة جدا، فبنضطر ان احنا نكسرها وبنرميها. فبلاش تعملي كده في الرواق اللي هتعملي في البيت. بصي بقى، ايد بتساوي كده ورا الفرادة، والايد التانية بالفرادة وبتفردي. تكي قوي على الحروف وخلي الحروف رقيقة على قد ما تقدري. العجينة بتتفرد معاكي بسهولة ما شاء الله. تفضلي بقى تفردي فيها كده لحد ما تبدأ تبين لك الرخامة من تحت الرقاقة بالشكل ده. بس في الاخر بقى بنهويها بالشكل ده على ايدينا. انا فاردة جنبي كيس بلاستيك، هبدأ احط اللي انا خلصتها دي جنبها، وهفرد معاكم كمان واحدة. رشة دقيق فوق ورشة دقيق تحت، وما تقلقيش خالص من الدقيق في الاخر. الدقيق ده كله بننفضه من على الرقاق قبل ما نخبزها. يلا نفرد بقى كده كمان واحدة. ساوي بايديكي، والايد التانية تفرد علشان خاطر كمان حروف الرقاقة ما يتكسرش معاكي، يعني ما يتنيش على بعضه. لو الحرف انتنى على بعضه ودوستي عليه بالفرادة، خلاص كده مش هيتفرد منك ابدا. الموضوع مش صعب ابدا، الموضوع سهل زي ما انت شايفة. يعني حاجة كده ما تاخدش منك بالظبط ربع ساعة وهتكوني مخلصاهم. فردت كده معاكم كمان واحدة بالشكل ده. ابدأ افرد لحد ما الرخامة تبان من تحت الرقاقة. ههويها برضو بالشكل اللي انت شايفاه. حتى لو اتقطعت منك كده قطع ولا حاجة مش مشكلة ابدا، مش هيحصل لها اي حاجة. تمام. هنسوي بقى ازاي؟ طبعا مش هنسوي في الفرن، هنسوي على البوتاجاز من فوق. يكون عندك صينية كده تكوني مستخدماها، يعني مخصصاها لأي حاجة هتعمليها على نار البوتاجاز من فوق. وهنحطها على أكبر عين من البوتاجاز، وهنهدي النار، يعني نخلي النار كده متوسطة أو أقل من المتوسطة بشوية، علشان الرواق ده بيحب النار الهادية. تمام. بصوا بقى بالشكل ده، وهبدأ أفرد الرواقة بتاعتي. طبعا أنا نفضت كده من عليها أي دقيق، علشان الدقيق هيخلي الرواقة محروقة وكمان هيحرق لك الصينية. فنفضي كده من عليها أي دقيق زيادة قبل ما تسويها. تمام. أول بقى ما بفردها كده على الصينية، كل 10 ثواني هقلبها على الجنب التاني. تقلبي بقى فيها كتير علشان خاطر الرواقة ما تقوص من الحروف، وكمان ما تعملش فقاعات، يعني ما تتنفخش منك. ولو الرقاقة قوصت كده في الحروف، ابدأي بسرعة قلبيها برضو على الجنب التاني، وبالاسباتيولا وابدأي اضغطي على الحروف. وطبعا تقويص الحروف دليل على ان الرقاقة رقيقة جدا والحروف مفرودة كويس. بصوا بقى بالاسباتيولا وببدأ افرد ازاي. هوريكم بقى. اول ما تبدأ تعمل بقى فقاعات صغيرة بالشكل ده وتبدأ تلون تلوينة خفيفة جدا، هتبدأي تشيليها خلاص من على النار على طول. بصوا، بشاور لكم بقى، عايزه اوريكم كده ان خلاص بدأت تبدأ تلون بقى معايا كده نقط حمرا كده بسيطة خالص. هتبدأي كده تشيليها. تمام. اول واحدة زي ما اتفقنا بتاخد وقت شوية، لكن اللي بعد كده كله هيكون الموضوع ما فيهوش وقت خالص. مجرد بس ما بتحطيها اقل من نص دقيقة بتكون مستوية معاكم. بصوا، خلاص تمام كده، حلوة قوي. هبدأ اشيلها بقى، وجنب صينية تانية فرد عليها فوطة، وهبدأ احطهم بقى فوق بعض. يعني بمجرد ما تحطي واحدة كده ويا دوب كده تتهوى هتبدأ تنشف. لما تحطي التانية فوقها هتكون اول واحدة نشفت خالص خلاص. طبعا بقى لو عندك فرن يا سلام، مش هياخد منك وقت ابدا. بس عايزة اقولك ان برضو لو ما عندكش فرن ما تقفيش، اعملي كل حاجة في البيت. الطريقة دي بتكون طريقة سهلة جدا، وصدقيني في اقل من نص ساعة بتكوني مخلصة حتى لو كيلو دقيق. تمام. بصوا بقى الواحدة التانية ما خدتش مننا وقت خالص. بعد كل واحدة بمنديل كده وابدأي لمي الدقيق اللي موجود على الصينية علشان ما يحرقش الصينية. تمام. بصوا، كل ما تبدأ تقوس معايا ببدأ اقلبها بسرعة على الجنب التاني، وبضغط بالاسباتيولا على الحروف. تمام كده. خلاص برضو اول ما تبدأ تنقط كده نقط حمرا كده، ارفعيها بقى من على النار على طول. الرق الناشف في البيت فعلا جميل جدا، احلى من اللي بنشتريه من بره بكتير، واوفر كمان. يعني نص كيلو دقيق بس عملك صينيتين من الرقاق. احنا دايما بنعمل الصينية ب8 رقاقات، 4 رقاقات تحت والعصاق في النص واربعة فوق. 8 رقاقات بيعملوا صينية حلوة قوي. بصوا بقى الجمال والحلاوة، وخلصنا كل الكمية اللي معانا. بصوا الجمال بجد تحفة. دول كده 18 رقاقة ما فيهمش غلطة، ما فيش ولا واحدة اتكسرت، ما فيش ولا واحدة اتحرقت.
تحفة بجد، والرقاق ناشف جدا. نسيت اقول لكم ان الرقاق ما بيتغطاش، الرقاق الناشف ما بيتغطاش غير بعد ما ينشف خالص، يعني تسيبيه على الصينية كده متهوي مش اقل مثلا من ساعة، وبعد كده بقى حطيهم في كيس وابدأي اعملي منهم في العيد، هتعملي احلى صينية رقاق. بس كده، وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير للفيديو وكمان اشتراك في القناة. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.